بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى عمك وكفيلك أبي طالب عليه السلام. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو لم يكونوا خير من وطأ الثرى ترابا لما كان الزمان بهم أزرا. وويله لو لم يكونوا خير من وطأ الثرى ترابا لما كان الزمان بهم أزرا، ففرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامر، وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوايا شرفا وادي الغري له قبرا، وفي طيبة طاخ وأصباطه ثووا، وفي طيبة طاح وأصباطه ثووا، وعف الشقى قبرا لبضعته الزهراء. اكو قبر واحد بعد ما ذكر الشيخ المظفر، يا قبر هذا يقول: ودع عنك ذكر الطيف إن حديثه وحسينا، ودع عنك ذكر الطيف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا. يا شيخنا أيها المظفر، أي مصيبة من هاي المصائب ألمتك أكثر؟ قال: إن أنسى لم أنسى العوادي جواريا. أيوا حسينا، ليلة جمعة
إن أنسى لم أنسى العوادي جواري، ترض القرى من مصدر العلم والصدر. أنا أريد أنشد الخيال المجبلين، اي والله أريد أنشد الخيال المجبلين، لعبت على ابن أمي ميادين. الله يساعد قلبك يا زينب، ليلة جمعة أنا أريد أنشد الخيال المجبلين، اللعبت على ابن أمي ميادين، والله بعد يون يومات الحسين ترك بيك تصد لي وحوايفرهم، تدر بيك الأخوة من حليب أمي، والله تدر بيك الخيل الجاية لي، تدر بيك الخيل الرايحة تبعدك علي، يا الخيل الرايحة تبعدك ياك علي، ولصدره تطأ الخيول، وطالما يا بسريره جبريل كان موكلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال إمامنا الباقر عليه السلام: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة، وإيمان الخلق في أخرى، لرجح إيمانه. رزقنا الله وإياكم شفاعة شيخ البطحاء أبي طالب، ووفقنا للدفاع عنه بجاهه وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عمل الخير دائما الله سبحانه وتعالى يتكفل بإظهاره. العمل الطيب وإن كان في بدايته لا تجد له صدأ، ولكن الله سبحانه وتعالى آل على نفسه إلا أن يظهر هذا العمل ولو بعد حين. ولهذا هذا الكلام ضد فد نظرية عرفية. بعض الناس إذا عمل الخير ولم يجد له صدى يقول والله أنا جاي أعمل الخير وين؟ أذب بالبحر. مو يقول له أعمل وذب وين؟ بالبحر. مو هيك عندنا؟ يقول له أعمل وذب بالبحر. لا، في الواقع ماكو شيء يروح سدى أبدا، ماكو شيء يروح سدى، خاصة العمل الذي فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل مخلص. الله سبحانه وتعالى يتكفل بإظهاره ولو بعد حين، وهذا التاريخ كله ماثل أمامك.
الحديث أيضا القدسي يقول: يا ابن آدم اخفي عملك وعلي إظهاره. هذا يشجع الإنسان على أنه ماذا؟ على أنه يخلص في عمله ويتكتم على عمله. الله سبحانه وتعالى يتكفل بإظهاره هذا العمل. لاحظوا في قضية الخضر أو العبد الصالح وموسى عليه السلام، لما أقاموا الجدار بسبب من؟ وكان أبوهما شنو؟ إذا ظهر أثر العمل ولو بعد شنو؟ بعد حين، لأن أبوهم صالح، الله سبحانه وتعالى أظهر ثمار ذلك العمل ولو بعد حين. فهذا في الواقع أمر يشجع الإنسان دائما على عمل الخير. أبدا عمل الخير لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن أيضا يؤكد على هذه المعنى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح شنو؟ يرفعه. العمل الصالح الله يرفعه، بس بشرط أن يكون عملا صالحا. ولهذا كثير من المجاهدين، كثير من الأشخاص في بداية حياتهم وجوز إلى أن استشهدوا ومضت سنين على عملهم، بعد ذلك شنو؟ ظهروا. احنا نقول لوين كانوا ذولي؟ الله سبحانه وتعالى اخواني، سنة إلهية أن الله سبحانه وتعالى يظهر عملهم ويجعل لهم شأنا ولو بعد شنو؟ ولو بعد حين. بعد هالمقدمة هاي نأتي إلى صاحب الذكرى، وهو شيخ البطحاء أبو طالب سلام الله عليه. إخواني، هذا الرجل من خلال حديث الإمام الباقر عليه السلام يتبين أن كل عمل يقوم به مؤمن لله وبرسوله لأبي طالب نصيب في ذلك العمل. ليش؟ لأن حديث الإمام الباقر عليه السلام يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله بحق أمير المؤمنين. أي حديث؟ ذاك الحديث الذي قاله رسول الله بحق أمير المؤمنين يوم الخندق، لما برز أمير المؤمنين إلى عمرو بن عبد ود العامري: ضربة علي تعدل عبادة شنو؟ الثقلين. لأنها ضربة كان شنو؟ ضربة كانت فيها عزة للإسلام وانتصار للإسلام. ولو انقلبت الآية وانتصر المشركون في تلك المعركة على المسلمين لانتكس الإسلام ولأصيب بنكسة الله يعلم متى يقوم من تلك، لأن الشرك كله اجتمع في تلك شنو؟ في تلك المعركة. الشرك كله اجتمع من جميع الأطراف لأجل أن يقضي على اليمن، لأجل أن يقضي على الإسلام. وكان الشخص اللي يمثل الشرك البطل الذي يعد ب1000 فارس هو عمرو بن عبد ود العامري. لاحظ. فلما قتله أمير المؤمنين سلام الله عليه، بلا شك لما قتله أمير المؤمنين انكسرت شوكتهم، هيبتهم انسحقت، فلذلك استطاع المسلمون أن يتغلبوا على اليمن على جبهة الشرك بهذا العمل. وبلا شك أن السبب في ذلك أمير المؤمنين سلام الله، لذلك ضربته تعدل كل ما يعمله الثقلين من الجن والإنس إلى يوم القيامة. الإمام الباقر عليه السلام
دقة الحديث، يقول لو وضع إيمان الخلق يعني من آدم إلى قيام الساعة، مو الخلق كلهم الخلق، والخلق أيضا يشمل الجن شنو والإنس. يقول لو وضع إيمان الخلق في كفة وإيمان أبي طالب في كفة لرجحت كفة إيمان أبي طالب عليه السلام. لماذا؟ لأن أبا طالب سلام الله عليه هو الذي حفظ الإسلام ونبي الإسلام، وحفظ تلك النبتة ورعاها إلى أن اشتدت واستقوت. تدري النبي صلى الله عليه وآله كانت عوامل النبي صلى الله عليه وآله من خلالها استطاع أن يصدع برسالته. استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يثبت جذور رسالته. هاي العوامل إخواني في غاية الأهمية، لولاها لما استطاع الإسلام. ولذلك احنا مدانين إذا كنا نعتز بإسلامنا إلى أولئك الذين شيدوا دعائم الإسلام. مرة واحد يجي من بعد أن تكتمل الصورة، وواحد لا، هو الذي ينشئ، هو الذي يبني، هو الذي يؤسس. زين، هذا شلون أجي أساويه مع ذاك الذي جاء لما اكتملت الصورة وانتصر الإسلام؟ ماكو إنصاف هذا أبدا. يعني اليوم اللي جاهد واللي أعطى وقدم وضحى، أنا أجي أساويه مع الذي يأتي من بعد ذلك؟ مو إنصاف هذا أبدا، ليس بالإنصاف هذا. زين، فلهذا أبو طالب سلام الله عليه إخواني هو كان الدافع الرئيسي للنبي، وكان يقول لرسول الله والله، وهذا من شعره الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب أن يحفظ شعر النبي. الإمام الصادق سلام الله عليه من ضمن تعليماته علموا أولادكم شعر أبي طالب. كان يدفع النبي صلى الله عليه وآله ويقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وفعلا قريش ما استطاعت أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله بسوء أبدا ما دام أبو طالب على قيد الحياة. ما استطاع. في يوم من الأيام اجى أبو طالب شاف النبي صلى الله عليه وآله وقد رموه بالسلى. السلى أجلكم الله هذا الرفث مالت الحيوان، الفرث مالت الحيوان، أو ما يعبر عنه الروث، الحيوان الأوساخ. اجى أبو طالب شاف النبي بهالشكل هذا، يقول أخذ بعض فتيان بني هاشم وذهب إلى نادي قريش. أخواني من نقول قريش ما كانت بهذه البساطة. وهذا ابن عباس عنده كلمة يقول له ويحك لو دخلت إلى ناديهم لاختلطت عليك قدماك. كانوا من التجبر والتغطرس هكذا يثيرون الرعب في نفوس القادمين. لكن أبو طالب وماخذ وياه مجموعة من فتيان بني هاشم ومعهم نفس السلل الذي لطخوا به وجه رسول الله، وأمر فتيان بني هاشم أن يلطخوا لحى
ووجوه وجباح صناديد قريش، حتى لا يعودوا إلى هذه الفعلة مرة أخرى. من اللي كان يجرأ أن، طبعا إذا تقول لي الدافع يعني القبلي، وكانوا هناك إخوان لأبي طالب، للعباس ابن عبد المطلب، كان أبو لهب، بالعكس كان أبو لهب ضد النبي صلى الله عليه وآله، زين، وكانوا كثيرين من إخوة النبي موجودين، نعم، إخوتي أبو طالب عفوا، لكن مو كل واحد منهم. ليش؟ لأن أبو طالب كان يعتقد بأن إنا وجدنا محمدا، اللهم صل، وهذا من شعره: إنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب. إذن هنا يعترف أبو طالب سلام الله عليه بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ذلك كان يدافع عن النبي لأنه يعلم أن هذا رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لهذا كان يدافع عنه بهذا الدافع، دافع الدين، دافع الدين. إني أحامي أبدا شنو؟ عن ديني. مو قضية أخوة، مو قضية لحم، مو قضية دم، مو قضية عصبية، لا، إني أحامي أبدا. أبو طالب سوى هاي اللي سواه للنبي صلى الله عليه وآله لأن الدافع دافع ديني، وإلا يتنازل عن مشيخة قريش شيخ البطحاء ويبقى مع النبي صلى الله عليه وآله في شعب أبي طالب، هذا الشعب اللي بقوا محاصرين به 3 سنوات المسلمين الأوائل، ومن ضمنهم أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، وتحمل ما تحمل من العناء كما تحمل المسلمون الأوائل. شنو الدافع لذلك؟ يصير حال حال أخوته الباقين يعني، ويترك النبي ومن آمن معه، لكن كان يعتقد بالنبي. من ضمن الأشياء التي ينقلها المؤرخون، تدري النبي كان مرصود من قبل قريش، فكان أول الليل النبي نام في مكان، إذا انتصف الليل يأتي بأمير المؤمنين سلام الله عليه يضجعه مكان النبي. في يوم من الأيام حب أمير المؤمنين يتلاطف مع أبيه، مع أبو طالب، قال له: يا أبا إني لمقتول ذات ليلة. ليش؟ لأن قريش بأول الليل ترصد أن النبي وين ينام، إذا انتصف الليل يهجمون. أبو طالب خطته شنو؟ يغير مكان النبي ويجيب أمير المؤمنين. يعني أمير المؤمنين هاي ليلة المبيت المعروفة والمشهورة لما طلع النبي للمدينة إلى يثرب، هاي مو أول مرة أمير المؤمنين يبيت في فراش النبي، لا، في شعب أبي طالب مرات ومرات أمير المؤمنين عليه السلام ينام ويبات في مكان النبي صلى الله عليه وآله. في يوم من الأيام قال له أمير المؤمنين: إني لمقتول. قال له: بني اصبرن فالصبر أحجى، كل حي مصيره للشعوب، قد بلوناك والبلاء عظيم. اسمع الكلام، هذا الشعر إن من الشعر لحكمة، لفداء الحبيب وابن الحبيب، لفداء الحبيب وابن الحبيب. وهكذا توالت مواقف. اخواني، واقعا لولا هذا الرجل ولولا أسرة هذا الرجل، تتعال معي إلى معركة الطف، المعركة التي هي أبقت الإسلام إلى يومك هذا،
كل الذين استشهدوا مع الحسين عليه السلام كلهم من نسل أبي طالب أبدا، ولا واحد من غير نسل، يعني من بني هاشم. احنا نقول من بني هاشم، من بني هاشم خب، مو بس أبو طالب، شقد بني هاشم كل اللي استشهدوا مع الحسين عليه السلام كلهم من ذرية هذا الرجل. خاطر تعرف ما الثمن الذي دفعه هذا الرجل من أجل بقاء الإسلام. ولله در ذلك الشاعر حين يقول: لولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، هذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب جس الهضابا. هذا أبو طالب. لذلك لما توفي أبو طالب رضوان الله عليه، على رواية في مثل هذا الليلة، يعني توفي أبو طالب سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يخرج من مكة: لقد مات ناصرك وحاميك، اخرج، بعد ما لك محامي في هذا المكان. لكن تعال معي شوف النبي لما وصل إلى خبر وفاة عمه، يقول: اجى النبي صلى الله عليه وآله مسح جبين أبي طالب الأيمن 4 مرات، وجبينه الأيسر 3 مرات، ثم قال: رحمك الله يا عم، لقد كفلت صغيرا وربيت كبيرا، فجزاك الله عن الإسلام ونبي خير جزاء المحسنين. ثم مشى النبي صلى الله عليه وآله، نعم، بجنازة عمه أبي طالب، وربع الجنازة، يعني مشى من 4 جهات، وهذا هو المستحب في المشي في جنازة الميت. نعم، وهذا دليل حب النبي واحترامه لعمه أبي طالب سلام الله تعالى عليه. ذاك العام سمي بعام الحزن. ليش؟ لأن مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة. أقول له: يا رسول الله، مات عمك أبو طالب وجئت وحضرت إلى جنازته، نعم، مسحت جبينه ومشيت في جنازته. أقول له: يا رسول الله، ليتك حاضر يوم عاشوراء لتمسح جنازة حبيبك وعزيزك الحسين. بقي عزيزك الحسين على واهجة الرمضاء 3 بلا غسل ولا كفن. يا رسول الله، ليتك حاضر عند ابنتك زينب وهي تناديك: يا جداح، يا رسول الله، يا هذا حسينك بالعراء. وويلا، شلون حاله يا زينب، مسلوب العمامة والردى، يا بعد يا زينب قالت: مسلوب العمامة والردى، محزوز الرأس من القفايا. تقول له: يا جد ما يتمحد وقف دونه، أولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس، يعالج بالشمس، ما عاد قرب دونه. يا جد أجد بالسيار ويضعن،
يا جد ابن ام عاري ولا ثوب، يا جد هذا حسين اقل مطروح، يا جد انا شلون امشي واخلي ابنك رميم، يا انا شلون امشي واخلي ابنك رميم. بعد زينب وين وجهت نداها؟ وجهت نداها إلى أمها فاطمة، إيش قالت لها بلسان الحال؟ يا من أنوحا واصفج بيسراي، يا من على الجانة وأمس بالخيام، يا من تعال اليوم شوف حسين، يا من يا زهرة حسين مرمي على الوطيبة، يا زهرة حسين مرمي على الوطيبة. إذا عندك حال أنا وياك، الزهراء شلون اجت إلى ليلة 11 إلى ساحة المعركة، تقول من جلجل سواد الليل جيت الشوفة حسيني، أم فاقدة وليدي ويون الصخار لونيني، وقفت بين الجثث ناديت وينك يا بعد عيني، شفت جسام على الغبرة، الله يسعد قلبك يا فاطمة، أحاكيه وما يحاكيني، لقيت الأكبر وقلت له بيك وين دليني، أثار مطبر ومطعون يا ويلي على بنيني. أيست سألت الزهراء ما حصلت جواب، سألت من بعد؟ اسأل الطف كربلا يا صوب، طاح حسين دليني، أنا فاطمة أمه وجنك ما عرفتيني، ضيفة وجاية لابني والواجب تكرميني، تقول دلتني على جثته جيت ولنه يناديني، اسمع نداء فاطمة يما شوفتك والحان، هذا الحسين يقولها الله يساعد قلبها ويساعد قلبها، يما شوفتك والحان حط يديك بيديني، يما 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 حبيني على نحري يا يما ولا تحضنيني، عرفت غاية الزهراء وصاحت يما خليني، يلا وينهم اهل الحوائج؟ ها يما يما ادري كسره وضلعك وما يلزم توصيني، يما ادري حشمه وصدرك وما يلزم توصيني، يعني تقول له يما ندري انا ضلع واحد انكسر من عندي وبقيت عين من عنده، الله يساعدك يا ابا عبد الله وقد هشم صدرك بحوافر الخيل، يما ادري هشم صدرك
أو ما يلزم توصيني، تقول كلمة قال لي ولليوم أذكره وتبجيني. يما 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 خايف يلجم صدرك وما خايف تلجميني. يما وما خايف تلجميني. يا راكبا إن جئت طيبة مقبلا، يا عرج على مكسورة الضلع محولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. يا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فرات. يا الله إلهي فرج عن إمام زماننا. لا بأس دعاء ليلة الجمعة نقرأه بصوت واحد لعل الله يرحمنا ويغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، بجاه محمد وآله سادات البرية. اللهم اجعل قلب إمام زماننا راضيا عنا، اللهم اشملنا بدعائه وألطافه. اللهم بحق أبي طالب اقضي حوائج المحتاجين، يسر أمور المتعسرين، شافي وعافي مرضى المؤمنين، لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم من حضر مجلسنا هذا تقبل أعمالهم، احفظهم ومن يلوذ بهم، لا تخرجهم وإيانا من مجلس أبي طالب إلا وأنت راض عنا وغافر لنا خطايانا. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية، اللهم رد كيد أعدائها إلى نحورهم، اشغل الظالمين بالظالمين، واجعل المؤمنين من بينهم سالمين غانمين، واحفظ قادتها لا سيما قائد الجمهورية، اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين. إلى أرواح أموات المؤسسين، أموات الحاضرين، أموات المؤمنين، من مات على الإيمان، شهداءنا الأبرار، من مضى من علمائنا، من مضى من خدام الحسين إمام الأمة. الفاتحة مع الصلاة.